حكايات 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 جايلنا في أحلى الأوقات، مع خالته أسماء السكرة وأصحابنا في كل البلدان. هنطير سوا مع بعضنا لعالم كله مغامرات، نسمع نفهم نتعلم ونبقى أبطال في الحكايات. يا أهلا يا أهلا يا بسكيت قلب الحلوين، وحشتوني قد الدنيا. النهاردة حكايتنا مش عادية، دي رحلة طارت بينا فوق السحاب لحد ما نزلت بينا في قلب الدوحة عاصمة قطر الجميلة. بطلنا النهاردة هو يوسف، ولد شطور وعينه دايما بتلمع بالذكاء. كان واقف منبهر وسط ناطحات السحاب، بس كان مستني لحظة واحدة يقابل عمه أبو فهد. يا هلا بيوسف، نورتنا يا ولادي في بلدك التاني. أبو فهد مش بس رجل أعمال ناجح، ده إنسان قلبه أبيض زي التوب اللي لابسه بالظبط. أول ما قابل يوسف ما خدوش المكتب، لا خالص، قال له يا يوسف اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، تعالى وريك يا ولادي قطر بدأت منين. أول مكان هنزوره النهاردة هو وردة الصحراء. يوسف استغرب قوي من الاسم، فجأة لقى نفسه قدام مبنى عجيب جدا كأنه لوحة فنية مرسومة في السماء. يوسف سأل عمه أبو فهد وقال له يا عمو هو ده قصر ولا خيال ولا ده ايه بالظبط؟ عمه أبو فهد رد عليه بابتسامة وحب وقال له ده متحف قطر الوطني يا يوسف، تصميمه مستوحى من وردة الصحراء، وهي بلورات صخرية بتتشكل تحت الرمل. المتحف ده بيحكي حكايتنا من أيام الغوص على اللؤلؤ لحد ما بقينا اللي احنا فيه النهاردة. اتعلم يا يوسف إن النجاح بيبدأ من تحت الرمل بالصبر والاجتهاد زي الوردة دي بالظبط. يوسف ابتسم ابتسامة راقية كده وحس براحة غريبة وهو بيتكلم مع عمه أبو فهد، وقال له أنا معاك خطوة بخطوة يا عمو عشان أتعلم أكتر وأكتر. فرد عليه عمه أبو فهد وقال له لسه في مكان تاني يا بطل، كله سحر وجمال وروحانيات، أيقونة الفن الإسلامي. يوسف سرح بفكره شوية وما كانش عارف عمه بيتكلم عن إيه. يا ترى هيزور مسجد ولا هيزور متحف ولا هيزور إيه؟ وبعدها بشوية مشيوا على كورنيش الدوحة ووقفوا قدام متحف الفن الإسلامي. عمه أبو فهد كلم يوسف وقال له بص يا بطل، المبنى ده أيقونة معمارية جواه كنوز وفنون إسلامية من مئات السنين. الفن ده بيعلمنا إن أجدادنا كانوا مبدعين، وإحنا لازم نكمل مسيرتهم بالإبداع والنظام. الجوع بدأ يقرص بطن يوسف، وبدأ يحط إيده على بطنه بحركات دائرية تشي بالجوع، لأي حد يمر كده يعرف إن يوسف جعان. ومع خجل يوسف الشديد إن هو يعبر عن مدى جوعه وإن هو محتاج ياكل ويشرب ويتغذى، إنما عمه أبو فهد فهم لأنه كان عنده فطنة وفراسة، وضحك وقال له أبشر بساعدك، تعال أدوقك طعم قطر الحقيقي في مطعمي. يوسف قعد قدام سفرة ريحتها ترد الروح وقال إيه الروايح الجميلة دي يا عمو؟ عم أبو فهد ابتسم وقال له ده المكبوس القطري، رز مع لحم وبهارات تخلي القلب يغني، وده بقى الثريد، أكلة أصيلة عبارة عن خبز ومرق لحم وخضار، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها. عارف يا يوسف إن البركة بتبدأ لما نسمي الله وناكل من خير بلدنا بكرم وتواضع. ابتسم يوسف وهو بياكل قال له عارف يا عم، وانا والله سميت قبل ما ياكل. وفي آخر اليوم خده لمصنع المنظفات بتاعه وقال له عارف يا يوسف أنا بصنع المنظفات دي عشان أخلي بيوت الناس نظيفة وريحتها طيبة وجميلة، زي ما متاحفنا بتنظف عقولنا بالتاريخ وزي ما أكلنا بيغذي أجسامنا، إحنا كمان بنساعد عشان ننظف كل الأماكن اللي بنحبها. السر يا يوسف هو الإتقان، لو المنظف ده ما كانش بيقضي على الجراثيم بجد يبقى أنا مستحقش لقب رجل أعمال أصلا. يوسف رجع بيته وهو متعلم إن قطر مش بس أبراج عالية، دي تاريخ زي وردة الصحراء، وفن وأمانة في الشغل، وكرم ملوش حدود، وأخلاق عالية تتاقل بالذهب. وتوتة توتة
خلصت الحدوتة. يا ترى يا صحابي، لو سافرتوا قطر تحبوا تروحوا المتحف الأول ولا تاكلوا مكبوس مع يوسف؟ مستنية رأيكم ومقترحاتكم في التعليقات. اوعوا تنسوا، كانت معكم خالته أسماء. باي باي. حكايات حكايات حكايات، أساطير كلمات وسلام، غنوة وحواديت أحلام، مع خالته أسماء السكرة، هتفضل عايشوا معانا للسنوات.